يا أبطال عاملين إيه؟ أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الثانوية العامة إن شاء الله في مادة الفيزياء. النهاردة هنراجع وهنحل على الباب التاني واحدة واحدة كده. اشرب كوباية القهوة بتاعتك وتعالى معايا. بص صديقي، هنشتغل إزاي؟ أول حاجة هنقسم الباب لثلاث أجزاء رئيسية عشان نبقى بس مركزين أكتر في الأسئلة، لأن إحنا هنجيب الأسئلة الخاصة بكل جزء لوحدها، وهناخد مثلا سلسلة كده من فيديوهات 3 أو 4 فيديوهات هنحل فيها كل الأسئلة الخاصة بجزء معين. بعد كده هندي لك إيه هي النظري اللي محتاج يتراجع، لو أنت قدرت بس تقراه كده يبقى زي الفل. بعد كده هنبدأ نشوف ايه انواع المسائل المختلفة على كل جزء. هنمسك نوع من المسائل، هنشوف اشكاله وهنشوف افكاره، وبعد كده هنحلها من كذا مصدر طبعا من كل المصادر المتاحة. بعد كده هديلك واجب بسيط خالص 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 تحله في 5 أو 10 دقايق في الفيديو، هتحله وهتكتب لي النواتج بس في الكومنتات. ده كل اللي عليك. ايه الهدف؟ هتستفاد ايه طيب من الكلام ده؟ اول حاجه هتستفاد انك هتراجع الباب مراجعه حرفيا هتخليك تقفل الباب ده في الامتحان ايا كان، لانك اولا هتراجعه من غير ما تبذل مجهود خالص. انت اوريدي ذاكرته واوريدي عارف الاسئله او عارف القوانين، فمجرد مراجعه عليها مش هيضرك في حاجه. تاني حاجه حرفيا هحلل لك كل الاسئله اللي موجوده على الباب بكل الافكار، فانت يا باشا قاعد كده ملك معاك كوبايه القهوه، شايف كل افكار الباب حرفيا بتتراجع قدامك من غير ما تبذل فيها اي مجهود خالص. كل يوم نص ساعة ساعة. لو في فيديو طول شوية هحاول ان انا يا اما اقسمه على نصين يا اما انزله لك مرة واحدة، فان شاء الله مش هيبقى اكتر من ساعة. هتضمن انك خلاص كده قفلت الباب حرفيا باسئلته بافكاره بالنظري بتاعه. هحاول برضه اراجع لك اكبر جزء ممكن منه، فانت حرفيا بتراجع الباب ساعة يوميا، بتخلص فيها البيبان في الفيزياء وبتقفل بيها بيبان في الفيزياء مراجعة، او لو انت اول مرة هتقفل برضه الدنيا معايا خالص. لو في نوع معين بقى من المسائل زي مثلا كيرشوف، ده في الباب الاول. لو نقطة التعادل مثلا في الباب التاني يعني هنجيلها في الفيديو ده. لو انت شوية واقع فيهم مش فاكرهم حاسس انك متلخبط فيهم، ممكن تتفرج على الفيديو الخاص بيهم، هيبقى مكتوب عنوانه ومكتوب كل حاجة فيه. هتلاقي طريقة الحل بسيطة خالص وبتتكرر قدامك لمدة ساعة بكل أفكار الحل. يعني كيرشوف مثلا ناخد كل مسائل كيرشوف بكل أفكاره بكل دنيته، هنحلها في كذا فيديو أو فيديو واحد، فهتقدر انك تبقى 100% في كيرشوف، 100% في نقطة تعادل ايا كان نوع المسائل اللي انت قلقان منه. هتطلع مظبط النوع ده 100%. خلينا نبدأ من غير مقدمات كتير. إيه الاجزاء اللي هنقسمها في الباب؟ هنقسم الاجزاء دي لكثافه الفيض المغناطيسي اللي هي بي ناتجه عن مرور تيار في سلك في ملف دائري في ملف لولبي. ده اول جزء اللي هنتكلم عنه في الفيديوهات اللي جايه. تاني جزء القوه المغناطيسيه وعزم الازدواج. تالت جزء اجهزه القياس الكهربي. خلينا على طول نبدا. ايه اللي هتراجعه في النظري؟ اول حاجه هتراجعها في كل باب التعريفات بتاعته، يعني تعريف ايه هو اصلا مجال مغناطيسي ويعني ايه قطبيه وايه هي الاقطاب. هتعرف الفيض المغناطيسي الفاي ام، هتعرف كثافه الفيض بي، هتعرف النفاذيه المغناطيسيه ميو. نقطة التعادل طبعا تعرفها وتعرف ان عندها بيبقى بي واحد بيساوي بي اتنين او ايا كان الشكل بتاعها هنجيله قدام هنراجعه. قاعدة اليد اليمنى الامبير، قاعدة البريمة اليمنى الماكسويل، قاعدة اتجاه عقارب الساعة. تعرف نص القاعدة بالظبط علشان هيساعدنا كتير قوي في الحل. بعد كده تقرا التجارب تاني وتقرا الاستنتاجات وتقرا خصائص خطوط الفيض للسلك للملف الدائري للملف اللولبي عشان تعرف الاشكال الخاصه بكل نوع منهم. يعني مثلا لو اتكلمنا على التجربه بتاعه السلك كان كده، كان السلك في النص اهو، كان بيبقى حواليه اول دايره بتبقى صغيره شويه وبعد كده الدوائر بتبدا توسع وتبدا تبعد. لازم تبقى عارف الشكل علشان هيجيلك في الاختياري يقول لك انهي شكل بيمثل خطوط الفيض، فتبقى عارف الخصائص عشان تعرف تحل الاسئله دي. تعالى لي بقى في القوانين. بص بقى يا زعيم، انا هشرح لك كل قوانين كثافه الفيض بشكل مبسط بشكل بسيط خالص. ركز معايا هيستفاد منهم في الحل كويس قوي. اول قانون هنتكلم عنه الفيض المغناطيسي او الفاي ام. فعندك كان القانون بيقول لك الفاي ام او نص القانون اللي هو الفيض المغناطيسي بيساوي بي كثافه الفيض في ايه اللي هو المساحه المعرضه للفيض في ساين سيتا. طيب يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجه الفاي ام زي ما قلنا هي الفيض المغناطيسي، بي هو كثافه الفيض اللي بيتعرض له الايه. ايه ده؟ هي بالظبط هي المساحة المعرضة للفيض. معناه ايه الكلام ده؟ معناه مثلا لو انا جبت لك كده رسمت لك اهو من هنا كده، رسمت لك خطوط فيض اهو، ورسمت لك مجال الشكل ده كده اهو، وادي خطوط الفيض. انهي جزء من المجال او انهي مساحة هي اللي معرضة لخطوط الفيض؟ المساحة دي. اللي فوق ده مش معرض لخطوط الفيض فمش معانا، اللي تحت ده مش معرض لخطوط الفيض فهو مش معانا في القانون. فاذا ايه بتسمى المساحة المعرضة للفيض؟ بعد كده ساين سيتا. على السريع سيتا دي عبارة عن ايه؟ سيتا هي الزاوية ما بين خطوط الفيض ما بين المجال. يعني لو احنا رسمنا مجال كده فالثيتا هي الزاوية ما بين ادي المساحة او ادي الملف او ادي ايا كان المساحة المعرضة للفيض والمجال المغناطيسي. ادي المجال اهو اللي هو البي، وادي المساحة اللي هي ايه الزاوية اللي ما بينهم دي، هي دي ما تسمى بالثيتا. ايه كمان؟ مثلا لو احنا رسمنا كده اهو ادي خطوط الفيض وادي رسمنا ملف مثلا بهذه الزاويه كده، فثيتا هي الزاويه دي.
اهو الزاوية دي الزاوية دي. تمام كده؟ تمام جدا. وادي اول قانون معانا وهو قانون الفيض المغناطيسي او خطوط الفيض او الفاي ام. تاني قانون بقى هو كثافة الفيض حول سلك مستقيم. بي سلك بتساوي ايه؟ بتساوي ميو اللي هي النفاذية المغناطيسية للوسط اللي بتمر فيه كثافة الفيض. فميو في اي دي اللي هي شدة تيار السلك على 2 باي دي. ركز معايا، ايه دي هي نكتبها كده البعد العمودي. البعد العمودي، ركز في الكلمتين دول، لنقطة أو للوسط أو أيا كان بين نقطة معينة أهو ما بين السلك. البعد العمودي أهو، البعد اللي هو دي ده عمودي على السلك. طب تعالى ناخد مثال. أدي عندنا سلك أهو، وأدي عندنا نقطة وليكن نقطة A، وجاء ورسم لك إن عندي أهو أدي بعد مثلا وليكن هنا ده نسميه 1، وأدي 2، وأدي 3. انهي فيهم اللي بيمثلوا دي؟ صح، برافو عليك، هي البعد رقم 2. هو ده الدي او هو ده البعد العمودي للنقطة. ايه الاستفادة من ده كله؟ تعالى كده اقول لك الاستفادة بشكل مبسط وسهل خالص اهو. بص يا صديقي، الاستفادة من الموضوع ده ايه؟ ساعات كده كان في الرياضة زمان كان بيقول لك في حاجة اسمها فيثاغورس. ايه فيثاغورس ده؟ هو مثلث قائم الزاوية. فلو سمينا المثلث ده مثلا A B C، كان بيقول لك ببساطة بقاعدة فيثاغورس ان ال A C اللي هو الوتر ده بيساوي كده الجذر التربيعي لمربع الضلعين التانيين، ف AB تربيع زائد BC تربيع. ده فيثاغورس، ده هيفيدنا في حتة معينة. فأنا مثلا لو أنا عايز البعد العمودي هو مديني وليكن هنا مديني ده ب10 سنتي ومديني ده ب8 سنتي وليكن طول السلك مثلا. فانا عايز اجيب اي بي، فاقدر اجيبها من القاعده دي او من العلاقه دي. فهقول ان الاي سي تربيع بيساوي اي بي تربيع زائد بي سي تربيع، وبعد كده ايه؟ ادور ان انا اجيب الاي بي. في طريقه تاني بيستخدمني فيها البعد العمودي ده، برضو هتيجي في المسائل بس تعالى نقولها بالمره دلوقتي. يدي لك الزاويه دي ويقول لك مثلا الزاويه دي ب 60 درجه او ب 30، يا سيدي خليها ب 30 عشان زي المسائل اللي بتيجي. الزاويه دي ب 30 درجه وهنا وليكن ده ب 10 سم. اوجد كثافة الفيض، وليكن هنا مدي لك اهو تيار سلك فيه تيار وهو عايز النقطة دي، فالتيار ده وليكن مثلا ب 2 امبير، فبيقول لك اوجد لي كثافة الفيض اللي عند النقطة ايه مثلا. فانت عايز دي، انت عارف ان البعد العمودي اللي هو ده، فهو مدي لك ده 10 سم. تجيب ازاي؟ تجيب ازاي اي بي مثلا، وليكن احنا نسمي المثلث ده اي بي سي برضه، فتجيب ازاي الاي بي او البعد العمودي؟ كان بيقول لك في قانون زمان برضه في الرياضة، كان بيقول لك ان ساين او الزاوية تقريبا ساين ثيتا كده بتساوي الساين بتاع الزاويه دي او جيب الزاويه دي بيساوي المقابل اللي هو ده على الوتر اللي هو ده. فساين ثيتا هتساوي A B على B على AC اللي هو الوتر، هتساوي ده اللي هو المقابل على ده اللي هو المجاور. يبقى ساين 30 اللي هي بالمناسبه بنص هتساوي AB اللي انا عايزه على AC اللي هي ب 10 سم. فساين 30 احنا عارفين ان هي بنص، خلاص بقى انت حليت مسائل كتيره وعارف ان ساين 30 بتساوي نص، فهيبقى النص هيساوي اي سي او دي اللي هو خلينا نكتبها دي لان ده البعد العمودي اللي احنا عايزينه، فهيساوي دي على 10 سم. يبقى الدي بكام؟ ب5 سم، ويبقى انا كده جبت البعد العمودي. دي فكره مساله، وبالمره شرحنا منها فيثاغورس وشرحنا منها يعني ايه ساين ويعني ايه جيب الزاويه والكلام ده كله. فدي التريكات بتاعت المساله بتاعت كثافه الفيض حول سلك مستقيم. تاني ناخد القانون اللي بعده، كثافة الفيض اللي موجودة على نقطة في مركز ملف دائري بي دائري اهو هتساوي، تعالى نراجع القانون سوا، ميو في ان عدد لفات الملف الدائري في الاي على 2 ار. ار ده اللي هو لازم ركز بقى معايا كده هنا في الارات وابدا ركز معايا كويس قوي، نصف قطر الملف. ركز معايا كويس قوي في الحته دي. طيب ايه اللعب اللي بيلعبها من القانون ده؟ بيلعب في الان، في عدد لفات تحديدا الملف الدائري. بيقول لك ايه يا سيدي؟ بيقول لك انا اكتشفت ان انا لو انا عندي سلك طويل مثلا وليكن ادي السلك ده، السلك ده وليكن طوله مثلا 10 سم، جيت السلك ده رحت لفيته عملته في شكل حلقه، عملته في شكل حلقتين، عملته في شكل 3 حلقات. الحلقه دي ليها نصف قطر. عايز اعرف انا السلك ده عمل كام لفه من الملف الدائري اللي هو نص قطره مثلا وليكن نصف قطره مثلا ب1 سم.
فانا عملت كام لفه، عندي كام لفه من الملف ده، فلقيت ان انا بجيبها من العلاقه دي، ان اللي هو عدد اللفات بيساوي ال، بس خلي بالك ال ايه، ال سلك، طول السلك، على 2 باي ار. ار دي ايه؟ ار دي نصف قطر اللفه الواحده او نصف قطر الملف. فنركز قوي هنا في الار، يبقى الدائري انا دايما بتعامل بنصف قطر الملف ونصف قطر الملف في القوانين بتاعتي. يبقى القانون اهو ان بتساوي ال على 2 باي ار عشان اجيب عدد لفات الملف. طيب بلاش عدد لفات الملف، عايزين برضو عدد لفات الملف بس بيجيبها لك بالشكل ده مثلا، وليكن بيجيب لك كده ادي حلقه اهي، حلقه مش كامله، انت عارف ان هي مش لفه كامله، ويقول لك هنا ادي تيار ماشي 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 ماشي، ويروح جايب لك زاويه كده، يقول لك الزاويه دي كلها بثيتا، الثيتا دي بتساوي 270 درجه. عايز اعرف كام لف؟ طيب ان عدد اللفات هيساوي الثيتا اللي هي الزاويه اللي مديها لك على 360 درجه اللي هي عدد درجات او عدد لفات الدايره 360. ففي الحاله دي يعني هتبقى 270 على 360 اللي هي تطلع بثلاث ارباع لف. هنا انت هتقولي طب ما هو باين ان هنا قصده ثلاث ارباع لف. طب ماشي، ممكن اجيب لك الشكل ده كده، احنا فيها اهو، بدل اروح جايب لك مثلا كده واقول لك ان هنا دي 250 درجه، الثيتا هنا 250 درجه. تعرف 250 درجه ده كام لفه؟ هروح اقسمها على 360 هيطلع لي الان عدد اللفات. فكره تاني، يبقى ادي كده قوانين الملف الدائري، ان الان بتساوي سيتا على 360 دي اللي انا هحتاجها في الملف الدائري، ان بتساوي سيتا على 360، البي بتساوي ميو ان في اي على 2 ار، وركز ان الار اللي هي نصف قطر الملف الدائري، وان عدد اللفات بيساوي طول السلك ال سلك على 2 باي ار اللي هو نصف قطر الملف برضه. ناخد خط ونشد خط وناخد اخر قانون معانا نراجعه، وهو البي بتساوي بي لولبي بقى، بي ملف اللولبي، كثافة الفيض عند نقطة على محور أو على محور الملف اللولبي، اللي بتساوي نشد خط ميو في ان عدد لفات الملف اللولبي في اي شدة التيار المار في الملف اللولبي على ال. اللي بقى هنا عبارة عن ايه؟ ركز معايا في الالات والارات هنا، طول المحور. ايه طول المحور ده؟ لو احنا رسمنا كده هنا ملف لولبي اهو كده، ادي تيار وادي هو الملف اللولبي، ورحنا نازلين تاني، فال اللي هي المسافة دي اهي، ده ال ده طول المحور. تمام، ادي كده القانون الاساسي اللي هي كثافة الفيض المغناطيسي عند محور ملف لولبي يمر به تيار. طيب في قوانين برضو للان، لو جاب لي طول السلك السلك وجاب لي محيط اللفة او نصف قطر اللفة الواحدة، برضو هقدر اجيب منهم ان بنفس القانون هو تاني. اللي هنا ركز معايا ان هي للسلك، وار هنا هي نصف قطر او نق للملف. طيب في قانون تاني في الملف اللولبي بالذات بنجيب منه الان، قال لك لو اللفات ده في حاله محدده، خلي بالك اللفات كلمه متماسه. يعني ايه متماسه؟ يعني هنا دول مش متماسين في ما بين اللفه والتانيه في مسافه، لا ساعات بقى يقول لك اللفات متماسه يعني ورا بعض ورا بعض ورا بعض، الملف مضغوط ورا بعضه اللفات. في قانون نجيب منه الان، في قانون نجيب منه الان وعليه مساله وهنجيلها ان شاء الله. ان في هذه الحاله بتساوي ال، احنا قلنا ان هنا بتساوي ال سلك، لا ان هنا هتساوي ال محور. خلي بالك ده في حالة اللفات متماسة بس، مش في اي حالة، على 2 ار. انت قلت لي ار اللي هي نق الملف، لا، ار اللي هي نصف قطر، ركز بقى معايا، السلك. شفت الحلاوة؟ هنا ان بتساوي ال السلك على 2 باي ار دي اللي هي للملف، اما في حالة اللفات المتماسة ان هتساوي ال اللي هو طول المحور، وار هتبقى نصف قطر السلك. شفت بقى يا سيدي القوانين؟ يبقى ادي قوانين الملف اللولبي، طلعنا فوق ادي القوانين اللي هنستخدمها في الملف الدائري، طلعنا فوق تاني ادي القوانين اللي هنستخدمها في الفاي ام، تمام، وادي القوانين اللي هنستخدمها في السلك والبعد العمودي، واتكلمنا عن فيثاغورس واتكلمنا عن الساين وازاي اجيب ده وده. دي التحويرات كلها بتاعت القوانين. نبدا يا سيدي. انواع مسائل الباب الثاني على السريع هم اول 7 بالظبط زي ما كنا قايلينهم، اللي هي التعويض المباشر، مجهولين، قرنات، رسم بياني، علاقات، وحدات مكافاه، تخص النظري. زودنا عليهم ايه بقى المتخصصين في الباب ده؟ الزاويه المحصوره اللي هي ثيتا اللي اتكلمنا عليها، وامثله دار ملف مثلا وليكن 90 درجه، 180 درجه، 270، كل دي هتبقى في اسئله الزاويه المحصوره. محصله الفيض عند نقطه بين سلكين
هنا مثلا يقول لك ادي التيار هنا كده والتيار هنا كده، فالنقطه هنا دي محصله كثافه الفيض عندها كام، او يجيب لك ملف دائري ويجيب لك هنا سلك ويقول لك عند النقطه اللي هي محور الملف الدائري محصله كثافه الفيض كام. وكل ده موجود في النوع التاسع. النوع 10 هي نقطه التعادل، اخص نقطه التعادل ما بين سلكين، ويقول لي اذا كانت النقطه دي نقطه تعادل فيسالني بقى اللي هو عايزه. اخيرا الاتجاهات والقواعد، تحديدا قاعده امبير اليد اليمنى، وقاعده البريمه اليمنى الماكسويل، وهكذا. القواعد والاتجاهات في اسئله بتبقى خاصه بيهم برضو هناخدها في جزء لوحدها. النهارده بس هنتكلم عن امثله التعويض المباشر علشان نثبت القوانين اللي احنا اتكلمنا عنها فوق. على حل مسائل التعويض المباشر زي انا جايب لك كل الاسئله اللي جت في كتاب الامتحان وكتاب نيوتن عن التعويض المباشر باستخدام القوانين اللي احنا فيها، ازاي بيلعب لك في القانون لوحده كده. تعال نشوف ايه اللي احنا هنلاقيه. بص يا سيدي، اول سؤال اهو، حلقه يعني ايا كان مساحه مقطعها ايه. احنا قلنا ان احنا في خطوات حل مسائل التعويض المباشر ممكن ترجع لها في فيديو قديم، بس خلينا دلوقتي ان احنا نتكلم عنها ونشوف هنحل ازاي. اول حاجه بعملها ان انا بحول الكلام النظري او الكلام بالعربي الى رموز. فمساحه المقطع هتبقى ايه هنا؟ مش محتاجه تحويل وحدات دوليه، جايبه لي بالمتر مربع. تمام. وضعت عموديه يعني ثيتا بتساوي 90 درجه، لان احنا قلنا ان الحلقه هي او الثيتا هي المسافه العموديه او الوضع العمودي ما بين خطوط الفيض ما بين الملف. تمام، حلو قوي. في مجال فيض مغناطيسي منتظم، كثافته اللي هي بي بتساوي 4 من 100 ويبر لكل متر مربع. حلو قوي، انا كده كتبت كل اللي عندي في ان الفيض المغناطيسي اللي هو الفاي ام بيساوي كام. لو احنا عارفين قلنا ساعتها بنكتب المسوده، بنكتب عندنا ان الاي بتساوي، تعالى كده نشوف، 2 من 10 متر. وبعد كده كنا بنكتب ان الثيتا بتساوي 90. كتبنا بعد كده ان البي بتساوي 4 من 100 ويبر. بعد كده كنا بنكتب القانون، الفاي ام بتساوي البي في الاي في الساين ثيتا. عندي البي تمام، عندي الاي تمام، عندي الساين ثيتا تمام. يبقى هو بيسالني بس في القانون وهو عايز الفاي ام. يبقى دي مساله تعويض مباشر، وهتطلع معاك الاجابه بعد ما تعوض في الاله. هتطلع معاك الاجابه د 8 من 1000 ويبر. وادي اول مساله. المساله اللي بعدها بيقول لك اطار مربع طول ضلعه اللي هو ال بيساوي 20 سم. احنا اول لما بنشوف سنتي بنحط دايره علشان نعرف ان ده هيتحول لوحده دوليه. وضع في مجال مغناطيسي منتظم اللي هو البي، كثافته 3 في 10 سالب 2 تسلا، مش محتاجه تحويل. اذا كان الفيض اللي هو الفاي ام اللي بيمر من خلاله بيساوي 6 في 10 اس سالب 4 من الويبر، تمام، مش محتاجه تحويل. فان الزاويه التي يصنعها مستوى الاطار مع خطوط الفيض تساوي كام؟ السيتا. تعال نشوف الكلام ده هنترجمه ازاي في المسوده بتاعتنا. بنعمل المسوده بتاعتنا لو انت فاكر اهو بالشكل ده كده، ونروح كاتبين الكلام بتاعنا. هنكتب عندك ان ال اللي هو طول ضلع المربع، احنا عارفين طبعا ان مساحه المربع بتساوي ال تربيع، فهيبقى 2 من 10. هنحول بقى للمتر، الكل اس 2 متر مربع. تمام. بعد كده هنقول ان كثافة فيضه كذا، فالبي بتساوي 3 في 10 أس سالب 2 تسلا. وقلنا بيمر خلاله فيض بتساوي، فالفاي ام بتساوي 6 في 10 أس سالب 4 اهو، 6 في 10 أس سالب 4 ويبر. فهو عايز الثيتا. طيب تعالى نكتب القانون بتاعنا. القانون بتاعنا الفاي ام بتساوي البي في الاي في الساين ثيتا. تمام. بعد كده هنقول ان هو عايز الساين ثيتا، فهنحول القانون الاول قبل ما نعوض. فساين ثيتا هتساوي الفاي ام على البي في الاي. هنعوض بعد كده تعويض مباشر، هيطلع لنا ان ساين ثيتا بتساوي نص. طيب انا عايز اعرف ثيتا بتساوي كام. على الاله بعمل شيفت وبدوس على علامه الساين، وبعد كده بكتب النص، فهتطلع لي ان الثيتا بتساوي 30 درجه. بس كده، واهي الاجابه بتاعتنا، اجابه رقم ب. اللي بعده تاني، هنحل تاني وتالت ورابع. سلك مستقيم. تعال نشوف الأسئلة دي، يلا. سلك مستقيم يمر به تيار اي، شدته 4 امبير، مش محتاجه تحويل لوحدات. اذا علمت ان كثافه الفيض المغناطيسي اللي هي بي عند نقطه تبعد عن محوره مسافه معينه، تبعد عن محوره اللي هي دي، بي بتساوي كام يا عم؟ 2 في 10 اس سالب 5 تسلا. فان بعد النقطه عن محور السلك هو عايز دي تساوي كام. هنعمل بسرعه المسوده بتاعتنا. هنقول ان هو مديني الاي بتساوي 4 امبير، البي بتساوي 2 في 10 اس سالب 5 تسلا، الدي هو عايزها. نكتب القانون، البي بتساوي الميو في الاي على ال2 باي ار. نعوض عن الميو، انت عندك البي تمام، عندك الاي تمام، عندك الميو انا حافظها 4 باي في 10 اس سالب 7. هو عايز الار، هو سوري، هو عايز الدي هنا، دي مش ار، على 2 باي دي اللي هي البعد العمودي. هو عايز الدي. تعال نشقلب القانون في الاول بطرفين في وسطين. هيبقى القانون بالنسبه لك كالاتي، الميو اي على 2
باي في البي، ده ما تساويه الدي. تمام كده، تمام جدا. هنعوض بعد كده بالآلة الحاسبة تعويض مباشر، هتطلع لنا الإجابة رقم د ب4 من 100 متر. بس كده بهذه السهولة. عندي الميو، عندي الاي، عندي البي اهو، ادي البي والاي والميو، حولت. هو عايز الدي، فدي تعويض مباشر على طول، دخلت عوضت جبت الإجابة، مسألة خلصت. تعالى بقى نخش على مسائل تانية اهي. المسألة دي بقى بتكرهك في القانون بتاع كثافة الفيض الناتج عن سلك، بس دي هنا بتاعت الفاي ام. تعالى نشوف. 4 ملفات A و B و C و D وضعت جميعا عموديا في مجال مغناطيسي كثافته B اهو. يبقى هو مديني كثافة المجال المغناطيسي. بيقول لك ايه؟ فين الترتيب الصحيح للفيض المغناطيسي اللي هو الفاي ام؟ لكل واحد فيهم بيساوي كام؟ طيب انا نكتب القانون بتاعنا. هو فاي ام بتساوي البي في الاي، والساين سيتا هنا ب90 فهتساوي 1. هو مديني البي، بيقول لي ان كل البي ثابته، فالترتيب هنا هيبقى على اساس المساحه. فنجيب مساحه كل شكل، والمساحه الاكبر هتبقى الفاي ام الاكبر، والمساحه الاقل هتبقى الفاي ام الاقل. تعالى نعوض ونجيب المساحه. هنا المساحه هتبقى ال في ال، مساحة أي شكل هو طول الضلع بتاعه في طول الضلع يعني طول الضلعين دول، طول في العرض. فهنا هيبقى مساحة المقطع أو ال تربيع. هنا مساحة المقطع 2 ال في نص ال، فهتساوي برضو ال تربيع. فيبقى دي بي ال تربيع وإيه ال تربيع. نخش على سي. سي هنا دايرة، الدايرة دي هيبقى باي ال تربيع المساحة بتاعتها. هنا بعد كده هيبقى 4 ال في نص ال، اللي هي هتطلع بتساوي 2 ال تربيع. احنا عارفين ان الباي بنعوض عنه ب3.14 فيبقى 3.14 ال تربيع. يبقى ال سي ب 3.14، ال دي ب 2 ال تربيع، وال ايه بتساوي ال بي بال تربيع. يبقى اذا ال ايه بيساوي بي، وال ايه وبي الاثنين اصغر من ال دي اللي هي بتساوي 2 ال تربيع، اصغر من ال سي. فبالتالي ادي الترتيب الصحيح للفاي ام او الفيض المغناطيسي، ان الاي بتساوي البي، اصغر من الدي، اصغر من السي، وهنلاقيها سوا الاجابه رقم ج. السؤال اللي بعده بيقول لك ملف دائري مساحته اهو، نكتب ايه بتساوي كذا، مش محتاجين نحول. في مجال مغناطيسي كثافه فيضه كذا، مش محتاجين نحول. فان الفيض المغناطيسي الذي كان يخترق الملف اذا وضع عموديا على الفيض يعني ثيتا بتساوي 90. في الحاله دي احنا مش هنحتاج اي حاجه، نقول ان الفاي ام بتساوي البي في الاي، وهنضرب الاثنين في بعض هتطلع لنا الاجابه رقم 1000. نتاكد بالاله اهو. 3/10 في 5/100 هتطلع لنا ب15/1000 وبر، اللي هي إجابة رقم 1000. طيب الفيض المغناطيسي الذي يخترق الملف عندما يصنع الفيض ده زاوية 30 درجة. هو عايز فاي ام لما بيكون البي في الاي في ساين سيتا. هو مديني السيتا ب30، يعني هنضرب الرقم اللي طلع لنا فوق في أول مسألة نضربه في نص اللي هو ساين 30. هتطلع لنا الإجابة بتساوي 7.5 في 10 أس سالب 3 أو 75/10,000، وهي الإجابة ج. مسألة 12 يا حلو، فدي بالنسبة لك واجب. خدها كده سكرين شوت زي الشاطر، امسح لك بس كده علشان ايه تركز في الاسئله. واجب، خدها سكرين شوت وحلها لي واديني الحل بتاعها في المساله او في الكومنتات يعني. رقم 12. بس هي فيها تركايه برضو خلي بالك منها، انا عارف ان هي مش ميعادها دلوقتي ولكن هقولها لك بالمره. هو عايز الزاويه بين الملف والعمودي على خطوط الفيض، يعني مش عايز الزاويه بين الملف وخطوط الفيض مباشره. فدي كنا بنحسبها ان احنا بننقص سيتا من 90، يعني نقول 90 ناقص سيتا، فانت الزاويه اللي تطلع لك اطرحها من 90 وهي دي هتبقى الاجابه. بس دي تركايه حبيت اقولها لك دلوقتي لان هي ايه لسه ميعادها جاي ان شاء الله في الزوايا، هناخدها وناخد الفكره دي بالتفصيل. نيجي بقى للسؤال اللي بعد كده، والسؤال ده ركز معايا كده فيه وفتح مخك معايا. بيقول لك 3 اسلاك، 3 دول بيمر بيهم اي 1 واي 2 واي 3 كما بالرسم. اذا كانت بي اكس تساوي بي واي تساوي بي زد، يعني البي محصله الفيض هنا بيساوي هنا بتساوي هنا. بيقول لك اوجد النسبه بين التيارات الثلاثه. طيب ليه دي تعويض مباشر ان احنا نستخدم قانون واحد بس؟ ايه القانون اللي احنا نعرفه عن الاي؟ البي بتساوي الميو في الاي على 2 باي دي. هل قال لك ان النفاذيه هتتغير؟ لا، يبقى ممكن نشيل النفاذيه بره القانون. هل قال لك ان 2 باي بتتغير؟ لا، يبقى 2 باي ثابته فيهم كلهم. هنكتب بعد كده البي اكس تساوي البي واي تساوي البي زد، العلاقه اللي هو اداهاني صح كده بالراحه اهو. بي زد تساوي بي اكس تساوي بي واي او ايا كان. هنعوض بعد كده عن البي، قلنا خلاص الميو ثابته والتو باي ثابته، فهنعوض بالمجهولين اللي عندنا الاي والدي. الاكس فين؟ الاكس اهو. اكس كان عندك الدي بتساوي دي واي 1، فنكتب كده عندك ان هنا الاكس هتساوي اي 1 على دي. تعالوا نشوف واي. واي اهي اي 2 على
دي برضو، يبقى اي 1 على دي بتساوي اي 2 على دي بتساوي الزت. تعال نشوف، ادي الزت اهي، اي 3 على 2 دي نكتبها تحت تساوي اي 3 على 2 دي. ايه الكلام ده؟ الكلام ده بيقول لك ايه يا باشا؟ بيقول لك اولا انت عندك ادي دي وادي دي وادي دي، طب ما تشطبهم. نشطبهم، هنقول ان اي 1 هيتبقى معانا اي 1 بتساوي اي 2 بيساوي نص اي 3. يعني اي 3 اكبر من اي 2 اكبر من اي 1، لان اي 1 بيساوي نص اي 3 واي 2 بيساوي نص اي 3، يبقى اي 3 بالتالي اكبر من اي 2 واي 2 بتساوي اي 1. فهي دي العلاقة الأخيرة اللي عندنا، اي 3 اكبر من اي 2 بتساوي اي 1. تعال نشوف انهي واحدة ونختارها. ادي اي 3 لا اهو، الاجابة هتبقى رقم د. اي 3 اكبر من اي 2 اللي هتساوي اي 1. شكرا. هنيجي على المسألة اللي بعد كده، بيقول لك طبقا للشكل المقابل ترتيب كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة B للأسلاك الثلاثة هيساوي كام؟ مدي لك هنا I ومدي لك دي، مدي لك هنا I ومدي لك دي، مدي لك هنا I ومدي لك دي، بيقول لك رتب لي. فاكر المرة اللي فاتت احنا قلنا ايه؟ قلنا بي اكس بتساوي بي واي بتساوي بي زد، بس هنا هو عايزهم نسبتهم لبعض، فنقول بي اكس إلى بي واي إلى بي زد، صح كده؟ زي ما عملنا فوق. وقلنا ان البي بتساوي الميو في الاي على 2 باي دي. طيب دي نسبة يعني هيتقسموا على بعض، يعني الميو هتبقى ثابتة هنا وهنا وهنا فممكن نشطبها، الاتنين باي هتبقى ثابتة هنا وهنا وهنا فممكن نشطبها. فمجازا هنقول ان البي اكس هتساوي الاي على الدي. الدي اكس بتساوي نص في 10 أس سالب 2 إلى، نروح عاملين كده هنقول 4 أمبير على 2 في 10 أس سالب 2 إلى 3 أمبير على 1 في 10 أس سالب 2. هنلاقي إن النسبة دي طلعت لي هنا ب 200، هنا في الواي طلع لي ب 100، في الزت طلعت لي ب 150. يبقى إذا البي إكس أكبر من البي زت أكبر من البي واي، وهي دي الإجابة هتلاقيها رقم ب. بي إكس أكتر من بي زت أكتر من بي واي، هي دي الإجابة الصح وهي دي الإجابة بكل بساطة وبكل سهولة. دي تعتبر برضو من مسائل التطبيق للقانون المباشر أو التطبيق أو القانون المباشر، المسائل المباشرة. اللي بعده، الشكل يمثل سلك مستقيم موضوع عمودي على مستوى الصفحة يمر به تيار كهربي كما هو موضح بالشكل. الاي بتساوي 2 باي ايه، وهو مديلك ان الدي بتساوي دي مجهولة. بيقول لك ايه؟ فإن كثافة الفيض عند النقطة ايه. تعالى نكتب المعطيات اللي عندنا. ادي المسود، الاي بتساوي 2 باي امبير، الدي اللي هي البعد العمودي هو مديهاني الدي، وبيقول لي عايز البي بتساوي كام. فهنروح عاملين القانون بتاعنا الطبيعي جدا، البي بتساوي الميو في الاي على الاتنين باي دي. هنعوض عن الاي بس لان هو اللي مديهاني، فهيبقى الميو في 2 باي على 2 باي في الدي. هنشطب الاتنين باي مع الاتنين باي هتساوي الميو على الدي. يبقى اذا انا هختار ما بين الف ما بين ب. الاتجاه بتاع كثافة الفيض هيبقى شكله عامل ازاي دي ان شاء الله هتيجي قدام، ولكن لو انت طبقت، لو فاكر قاعدة امبير اليد اليمنى، ده هنا خارج فهتخلي الابهام بتاعك لفوق، وهتقول عند النقطة ايه التيار هيبقى طالع لفوق. لو انت عملت اليد اليمنى الامبير ما تقلقش هنعمل لها فيديوهات مخصوصة لوحديها، فيبقى اتجاهها الى اعلى الصفحة، فهتبقى الاجابة رقم ب. السؤال اللي بعده، آخر سؤال على الأسلاك أو على أول جزئية. الشكل المقابل تتعين كثافة الفيض عند النقطة C من العلاقة إيه بالظبط؟ فاكر الرسمة دي لما قلت لك فوق إن هو هيستعمل الساين أو جاب الزاوية ساعة لما كملنا المسافة دي كده البعد العمودي وقلنا هو ده البعد اللي إحنا عايزينه. ساعتها رحنا قلنا إن ساين ثيتا بتساوي المقابل على المجاور اللي هو الدي اللي إحنا عايزينها اللي هو البعد العمودي على 20 سنتي، وقلنا ان ساين سيتا اللي هي هتبقى ساين 30 اللي هو النص هيساوي الدي على 20، يعني الدي بتساوي 10 سنتي وده البعد العمودي. ساعتها بقى هنقدر نجيب بدلالة الاي، هو مش عايز المسألة غير بدلالة الاي، فهنروح كاتبين ان البي بتساوي الميو في الاي على 2 باي دي، واحنا عندنا خلاص الدي، فهنقول بتساوي 4 باي في 10 أس سالب 7 في الاي اللي هو عايز بدلالتها على 2 باي في 10 سنتيمتر اللي هو 1/10 متر. هتطلع لنا الإجابة في السؤال ده هتبقى رقم ب.
2 في 10 أس سالب 6 من الآي، وهو ده اللي مطلوب إثباته. ده تعويض مباشر، وزي ما جبناه هنا بفكرة الساين ثيتا أهي اتكررت معانا في نوع مسائل. الملف الدائري، نراجع تاني القانون على السريع. البي بالذات، البي بتساوي الميو في الان في الاي على 2 ار. نبدأ بقى نشوف شكل المقابل. حلقة دائرية نصف قطرها 10 سم، زي ما قلنا بنكتب الرمز ونعلم لو عايزين تحويل. يمر بها تيار شدته 5 أمبير، ادي الاي، و5 أمبير مش محتاجة. كثافة الفيض عند مركز الحلقة اللي هو عايز البي بتساوي كام، واتجاهها كام. اتجاهها هنقوله طالما ادالك الباي بتعوض عن الباي بالرقم اللي مديهولك. تعال نعوض تعويض مباشر. البي بتساوي 4 في 3.14 في 10 أس سالب 7 في الاي مدوني كام ب5 امبير على 2 في الار اللي هو كام 10 سنتي، هنضربها في 10 أس سالب 2 هتطلع بواحد من 10. هتطلع لنا الإجابة باختصار شديد جدا، هتطلع 3.14 في 10 أس سالب 5. طب أنهي واحدة، ب ولا ج؟ دي خليها لقدام، ولكن لو أنت عايز تعرفها فهي كانت قاعدة أمبير لليد اليمنى، أدي اتجاه التيار. كنا بنخلي الأربع صوابع بتمشي مع التيار، واتجاه الإبهام هو اتجاه التيار، فهتلاقي الإبهام هنا عمودي على الصفحة وللداخل. إذا الإجابة تبقى رقم ج. السؤال اللي بعده سؤال رقم 2، وده هناخده واجب. سؤال سهل، سؤال بسيط. الفيض المغناطيسي مركز حلقة نصف قطرها كذا هي كذا، وكانت النفاذية للهواء كذا، شدة التيار المار حلينا زيها فوق في السلك. واجب، خدها واجب واكتبها لي في الكومنتات. هو انت طيب عملت اشتراك للقناة؟ يعني اتفرجت على باقي الفيديوهات بعد اذنك؟ يعني فاهم ايه زي ما بدلعك كده وانت قاعد على السرير او قاعد ماسك كوبايه القهوه، وحرفيا انت ما بتتعبش في الحل وانا بس اللي بتعب. ارجوك يعني كمشاركه بس كده اعمل كومنت، شير الفيديو، يعني اشترك في القناه كده، دلعني ادلعك يعني عشان ننزل فيديوهات جديده ان شاء الله. نيجي بقى هنا للثلاث اشكال دول، هم ثلاث اشكال هم تحت بعض. انا هدي لك السؤال 9 من دلوقتي واجب اهو كده. انا طولت عليك؟ ما طولتش عليك لغايه دلوقتي. 3 اسئله بس واجب في الكومنتات. تعال نشوف سؤال 7 طيب ونعرف ايه هي الفكره بتاعت المساله دي. في الشكل المقابل سلك مستقيم ثنائي جزء منه ليشكل ربع دائره. ربع دائره اللي هي من الاخر عايز يقول لك ان هي الان بتساوي 4 ربع لفه. مر به تيار شدته اي، فان كثافه الفيض المغناطيسي عند النقطه ام بتساوي كام، ومدي لك ان نصف قطر الملف بيساوي ار. هنكتب المعطيات اللي عندنا كده من تحت. هنقول ان هو كانت الاي بتساوي اي، هو ما ادانيش شده التيار اصلا. الان بتساوي ربع لفه، والار اللي هي نص القطر قال لك برضو بدلاله ار، فهتروح قايل ان البي بتساوي الميو في الان في الاي على 2 في الار. هتعوض هتلاقي نفسك الميو بتساوي البي بتساوي الميو الان بربع، هنكتب الواحد فوق ونكتب الاربعه تحت، في الاي على 2 في الار. هتلاقي نفسك قاعد بميو في الاي على 8 ار، وهو ده الحل بتاعك، الميو في الاي على 8 ار. المسألة اللي بعد كده الشكل المقابل سلك طويل ثنائي جزء منه على شكل نصف دائرة. نصف دائرة يعني الان بتساوي نص دائرة. قطرها، خلي بالك من كلمة قطرها، يبقى اكتب عليها 2 ار علشان ما تنساش، واكتب هنا على السنتي دايرة علشان التحويل. مر بها شدة تيار شدته 10 امبير، الاي بتساوي كذا، فان كثافة الفيض المغناطيسي عند النقطة اكس بتساوي كام. هنا قاعد يقول لك بقى هنا 40 سم وهنا 40 سم وهنا 40 سم، ماليش دعوة، انا ليا دعوة بس بايه، بنص قطر الدايرة بتاعتي او نص قطر الملف. فهنيجي نحلها هنا، نكتب المسودة بتاعتنا، ادي المسودة. نكتب بعد كده ان الان بتساوي نص لفة. هنكتب بعد كده الاي بتساوي من فوق اهي 10 امبير. تمام معايا ولا نمت؟ حاسك نمت، مش مشكله. الاي بتساوي 10 امبير. بعد كده هنقول ان الار بتساوي زي ما قلنا فوق ان الاتنين ار القطر ب 40 سم، يبقى الار الواحده ب 20 سم، وهنحولها للمتر هنقول ان هي بتساوي 2 من 10 متر. وكثافة الفيض هيساوي الميو في الان في الاي على 2 في الار. مش محتاج مني اي حاجة، وتعويض مباشر، وهلاقي ان الاجابة بعد كده طلعت رقم د. لا ده الواجب، ده الواجب، ما تغشش. هتلاقي الاجابة هنا طلعت برقم د. شكرا. رقم 9 واجب بالنسبة لك، خد اهو سكرين شوت، حلها في الكومنتات وقول لي بكام. ادي كده بدي لك 3 مسائل واجب، ابسط يا عم. يلا. أي الملفات التالية تكون كثافة الفيض عند مركزه أكبر قيمة؟ تعالى بقى نشوف. مبدئيا دي حلقة كاملة، عايزين نعرف كام لفة. أدي لفة أهي كاملة كاملة، ودي شدة التيار بيطلع كده، فإذا دي لفة كاملة، يبقى إن هنا بتساوي
1. يبقى نكتب البي بتساوي الميو في الان في الاي على 2 ار، ده القانون بتاعنا. طب تعالى نعوض في المسألة دي. البي هتساوي اهو ميو ان بواحد، مش هنكتبها، في الاي على 2 ار. يعني من الاخر الكسر بتاعنا هنا هيساوي نص ميو في اي على ار. ليه بكتبها بالشكل ده؟ علشان هيبقى الشكل ده هو النهائي لكل المسائل. فادي ايه البي هنا؟ نص ميو في اي على ار. تعال ندور على البي هنا، نفس الفكره، دي حلقه كامله، فالان هتساوي 1، فهنكتب الميو في الان اللي هي بواحد ملهاش دعوه في 2 اي على 2 في 2 ار. الاتنين هنا تتشطب مع الاتنين هنا، هيتبقى لك البي هنا بتساوي ميو في اي على 2 في الار. هي نفس المساله دي، فهتبقى البي هنا بتساوي نص زي ما اتفقنا، الكسر بتاعها في الميو في الاي على الار. انا ليه بحولها لشكل نص؟ علشان اعرف بعد كده كل واحده اقارنها باللي بعدها. تعال نشوف هنا، دي نص لفه، فالان بيساوي نص. فتعالى نكتب البي بتساوي الميو في، قول معايا، نص، هنشد شرطة كسر، 1 نكتبها فوق والاتنين نكتبها تحت، في 2 اي على هنا 2 ار، 2 في الار هنا نص ار، فهنكتب الار هنا ونطلع الاتنين دي فوق، هنشطب الاتنين اللي فوق مع الاتنين اللي تحت، والاتنين اللي فوق مع الاتنين اللي تحت، الواحد هيبقى زي ما هو، هتساوي الميو في الاي على الار. طب دي الكسر بتاعها بكام؟ بواحد، صحيح؟ صح كده؟ مفيش حاجة تحت، فتبقى بواحد، صحيح؟ 1 من الام اي على ار، هنا نص ام اي على ار، هنا نص ام اي على ار. اخر واحدة ونشوف هنا، دي ربع لفة، فان هتساوي ربع. نكتب البي بتساوي، شد شرطة كسر، الميو في عدد اللفات ربع، 1 فوق و4 تحت، في هنا 5 اي في 2 ار. تمام، هنضرب البسط فوق، مفيش اي حاجة تتشطب مع اللي تحت، فهنضرب الاتنين في 4 يبقوا ب8، يعني هيساوي ميو اي، هنا طبعا الخمسة هي ميو اي على 8 ار. الكسر بتاعنا 5 على 8. يبقى انا وحدتهم كلهم في الاخر ان القيمة بتاعتهم تبقى الميو في اي على ار، الميو في اي على ار، الميو في اي على ار، الميو في اي على ار. انا وحدتهم كلهم لكده، فهنا عندي نص وهنا نص، يبقى الاتنين دول متساويين في كثافة الفيض. هنا عندي بواحد، صحيح؟ يبقى دي اكبر من اللي فاتت. تعال نشوف اكبر من دي ولا لا. هنا 5 على 8 هتبقى اقل اكيد من الواحد، الصحيح. يبقى اذا الاجابة او الشكل رقم ج هو ده الحل، وهي دي اكبر كثافة فيض. نخش على المسألة اللي بعد كده، نخش على اللولبي. يا ألف أهلا وسهلا. نكتب القانون بتاعه من فوق. بي لولبي بتساوي الميو في الان في الاي على ال، اللي هي ال بتساوي طول المحور. فتعال نشوف ملف لولبي طوله 22 متر، اللي هو ال. مساحة مقطعه A بتساوي 25 في 10 أس سالب 4 متر مربع. يحتوي على 300 لفة N. يمر به تيار كهربي، فكانت كثافة الفيض البي بتساوي كذا، فإن شدة التيار الكهربي بتساوي كام؟ تعالى نكتب في المسودة المعطيات بتاعتنا. المعطيات بتاعتنا عندك ال اهو بتساوي 22 متر، عندك ال N بتساوي 300 لفة، عندك ال B بتساوي 12 أو 1.2 في 10 أس سالب 3. اللي اتبقى لك ال I. ادي القانون بتاعك اهو، عندك ال B، عندك الميو، عندك ال N، وعندك ال L. فهتعوض، هتقول ان ال I بتساوي ال B في ال L على الميو في ال N. هتعوضهم تعويض مباشر، هتلاقي في الاخر خالص ان ال I هتطلع 7/10 امبير. طيب الفيض الكلي اللي هو الفاي ام، لو فاكر، خلال مقطع عند منتصف طول الملف. الفيض الكلي ام، عشان كده ادالك مساحة المقطع. انت عندك بي وعندك الاي، بقى لك الفاي ام بس. فهتقول ان الفاي ام هتساوي البي في الاي، فهتطلع لك الاجابة بتاعتك 3 في 10 أس سالب 6 وبر. المسألة اللي بعد كده اسيبها لك؟ لا، ناخدها، لان احنا في قانون ما اتشرحش عدد اللفات لكل وحدة الاطوال. تعال نشوف المسألة دي بتقول ايه. ملف لولبي طوله اللي بتساوي 6/10 متر، بيمر بيه تيار شدته 10 امبير، اي بتساوي 10 امبير. كانت كثافة الفيض الناشئة عند محوره 5 من 100 تسلا. هو عايز عدد اللفات لكل وحدة اطوال. طيب في قانون انا نسيت اقوله لك، احنا عارفين ان البي بتساوي الميو في الان في الاي على ال اللي هو طول المحور. تمام، لغايه دلوقتي احنا ماشيين كويس قوي. قال لك ايه بقى؟ قال لك ان في حاجه اسمها ان سمول
او اللي هو عايزها هنا عدد اللفات لكل وحدة الاطوال. لقينا ان الان سمول دي بتساوي عدد اللفات على طول المحور، بمعنى ان البي ممكن تتكتب ميو في ان سمول في اي. تعالى نمسك القانون ده ونشوف المعطيات اللي عندنا الاي، عندنا البي، فاضل ان احنا نجيب الان سمول. فالان سمول هتساوي البي على الميو في الاي. بس هنقدر يعني هنعوض بعد كده عن البي، هنعوض عن الميو، هنعوض عن الاي بالارقام اللي هو مديهاني، فهيطلع عدد اللفات بالنسبة لوحدة الأطوال بيساوي 3977 علامة 3 من 10. طب عدد اللفات بيساوي كام؟ احنا عندنا الان وعندنا الطول، فاضل ان انا اجيب الان الكابيتال اللي هي عدد اللفات، فيبقى ان كابيتال هيساوي ان سمول اللي هي وحدة عدد اللفات وحدة الأطوال في الطول. عندي الان سمول اللي هي 3977 علامة 3، عندي الطول اللي هو علامة 6 من 10. تعويض مباشر مفيهوش أي مشكلة خالص، وهيطلع عندنا الإجابة ب على الآلة الحاسبة. اللي بعده المسألة اللي بعد كده، تعالى نرجع تاني للملف الدائري، نفتكر سوا القانون بتاع الملف الدائري. البي بتساوي الميو في الان في الاي على 2 في الار. تمام، وتعالى بعد كده نقرا المسألة دي ونشوف عايزة مننا ايه. بيقول لك 3 حلقات معدنية مختلفة، طالما جاب لك سيرة حلقة يبقى الان على طول بتساوي 1. حاجة زي الفل. مختلفة أنصاف الأقطار، أهو واحد هنا ب3 ار، واحد ب2 ار، واحد بنص ار. يمر بها 3 تيارات كهربائية كما بالرسم، فإن ترتيب كثافة الفيض المغناطيسي عند مركزها بيساوي. تعالى نعمل زي ما اتعودنا، هنقول بي واحد، هنسمي ده مثلا اهي الحلقة واحد، الحلقة اتنين، الحلقة تلاتة. هنقول البي بتساوي الميو في الان في الاي على 2 في الار. الميو ثابتة، الان كلها حلقة، فهنعوض دايما بالاي في الاتنين، بالاي على 2 ار. بعد كده هنكتب سوا زي ما متعودين، هنقول ان البي واحد الى بي اتنين الى بي تلاتة. بعد كده هنمسك الحلقة واحد، البي واحد قلنا هتساوي الاي على الاتنين ار، فالاي او شدة التيار باي واحدة بس، فهيبقى اي على 2 في نص ار. الاتنين هتروح مع الاتنين يعني هتساوي اي على ار. بس كده، ادي بي واحد. بي اتنين هنقول ايه؟ هنقول ان 2 اي على 2 في 2 ار، فهنشطب 2 مع 2 يعني هيساوي نص اي على ار. ده هيبقى بي 2. طيب تعال نشوف الحلقة التالتة. الحلقة التالتة بنقول ان هو 4 اي على 4 اي على 2 في 3 ار، يعني هيبقى 4 على 6 اللي هي بالظبط بتساوي 2 على 3 اي على ار. لما نرتبهم هنلاقي طبعا ان الواحد اكبر، التلتين بعد كده اصغر، بعد كده النص هي اصغر واحدة، فيبقى الترتيب بتاعنا ان واحد اكبر من 3 اكبر من 2، وده الترتيب النهائي. تعالى ندور عليه، بواحد اكبر من بي 3 اكبر من بي 2، وهي الاجابة رقم د بنفس طريقة المسألة اللي فاتت. اللي بعده حلقة دائرية، أول ما يقول لي حلقة هقول إن ال N بتساوي 1، نصف قطرها 20 سنتي R، وأحط دايرة على السنتي عشان أعرف إن أنا هحول يمر بيها تيار شدته 2 أمبير. قيمة كثافة الفيض عند النقطة C وكذلك الاتجاه، علما بأن الباي بيساوي 3. هو هنا براحته يقول لي الباي ب3، الباي ب5، الباي إن شاء الله حتى تكون ب300، ما عنديش أي مشكلة. هكتب البي بتساوي الميو في ال N في الآي على 2 في الآر. الميو بتساوي 4 باي هو قال لي ب3 في 10 أس سالب 7 في ال N قال لي حلقة، يبقى 1 في الاي شدة التيار هو مدهاني ب2 أمبير على 2 ار كانت ب20 سنتي يعني 2 من 10 متر. هضربهم واقسمهم واطرحهم واجمعهم واعوض تعويض مباشر، هلاقي ان الاي بتاعتي او البي بتاعتي سوري هتطلع ب 6 في 10 أس سالب 6. الاتجاه تاني بقاعدة البريمة اليمنى لماكسويل، أو قاعدة عقارب الساعة لو عايز، ده عكس عقارب الساعة. طالما عكس عقارب الساعة يبقى القطب هنا شمالي، طالما شمالي يبقى التيار بيطلع منه يعني إلى خارج الصفحة، الاتجاه إلى خارج الصفحة، وإحنا عارفين إن الاتجاه لما يبقى تيار خارج الصفحة بعوض عنه بنقطة، فهيبقى الإجابة رقم ج هي الإجابة الصح. وبرضو ما تنساش إن لسه هيبقى قاعدة الأمبيرياد اليمنى وقاعدة البريمة اليمنى لماكسويل عقارب الساعة، كل دول إن شاء الله هنعملهم في فيديو منفصل، فبنمشي بس المسألة سوا لغاية لما ناخد الفيديو بتاع الاتجاهات. 4 أنصاف حلقات مختلفة،
في نصف قطرها يمر بكل منها تيارات كهربية اي 1 اي 2 اي 3 اي 4 كما بالرسم. لو علمت ان كثافة الفيض عند المركز كل منهما متساوي، يعني بي 1 بيساوي بي 2 بيساوي بي 3 بيساوي بي 4، ودي كانت زي مسألة حليناها فوق من كتاب الامتحان، حليناها فوق، فانا دي مش هحلها وهديها لك واجب. آخر واجب معانا المسألة رقم 97. هتقول لي أنهي إجابة في الكومنتات. نخش على المسألة اللي بعد كده. 3 ملفات X و Y و Z، نفس عدد اللفات لوحدة الأطوال، نعوض عنها بالرمز إن سمول. تتصل كل منها بمصدر تيار كهربي كما بالرسم، فإن العلاقة بين كثافة الفيض، هو عايز كثافة الفيض عند نقطة على محور كل منهما تكون. احنا عارفين ان قانون اللي بيبقى يتضمن ال N السمول اللي هي بتاعت وحدة الأطوال، ال B بتساوي الميو في N سمول في I. تمام، هنعوض بالقانون ده، طبعا الميو هتبقى ثابتة في كله، فهنكتب BX إلى BY إلى BZ عشان نعرف النسبة بينهم أو نعرف مين أكبر ومين أصغر. هنقول N في I، طب هو قال لك نفس عدد اللفات بالنسبة لوحدة الأطوال، فيبقى ال N كمان ثابتة، يبقى أنا عندي هشوف ال I. طب هل مديني ال I صريحة؟ لا، ده مديني شدة أو فرق جهد البطارية، أو عندك قوة دفاع كهربائية للبطارية، بيقول لي طلع لي ال I. طب أنا ما عنديش ال R بتاع كل واحد فيهم، بس عندي الطول. الطول هنا بيمثل لي الار، او على الاقل النسب بين المقاومات بتاعتهم. فانا لازم اجيب اي واحد الى اي اكس الى اي واي الى اي زد، وهي دي العنصر الوحيد اللي متغير. فكاني بقول له ان انا عايز اطلع اي اكس الى اي واي الى اي زد، وهو ده اللي هيثبت لي مين اعلى من مين. فتعال نطلع الاي كانت بتيجي من القانون الفي بي على الار. طيب تعال نعوض بالمعطيات اللي قدامنا. الاكس كانت في بي، والار احنا قلنا هنستعيد عنها بالطول اللي هو ال في بي على ال، ده التيار او نسبة التيار الاكس. نسبة التيار واي هيساوي في بي برضو من فوق. طيب على كام ال بقى؟ على 2 ال اهو، الى هنا 2 في بي على 4 ال، 2 في بي على 4 ال. يعني كأني بقول ان هنا واحد من الفي بي على ال، او لو انت عايز تشطب الفي بي مع ال هتشطب في بي ال في بي مع ال في بي مع ال. هنا هيبقى واحد الى نص الى نص، ودي نسب شدة التيار، بما ان البي تتناسب طرديا مع شدة التيار، يبقى بي اكس الى بي واي الى بي زد بيساوي واحد الى نص الى نص. يعني بي اكس اكبر من الاتنين، وبي واي هتساوي بي زد. فادي الشكل اللي بيعبر عنها ان بي اكس اكبر من بي واي بتساوي بي زد. اثبتناها بالطريقة دي. نفس المسائل اللي فوق بتتكرر تاني مع اختلاف الانواع ومع اختلاف الدروس. تاني وتالت وعاشر ورابع 4 ملفات، يكون الترتيب الصحيح لكثافة الفيض الناتجة عن مرور التيار في كل منهما هو. هنا مديلك ال N وال L وال I، فتعالى نعوض على طول. ال B هتساوي الميو في ال N في ال I على ال L، ده القانون بتاعنا. تعالى نعوضهم تحت بالطريقة بتاعتنا اللي هي B1 إلى B2 إلى B3 إلى B4، B1 إلى B2 إلى B3 إلى B4، ونشوف الميو مش هنكتبها في كله لان هي ثابته في كله، فواحد هيبقى عباره عن الان في الاي على ال. طيب ان في 4 اي على 2 ال اهو، هنكتب كده هنا ان في ال 4 اي على 2 ال، ده بي واحد. طيب ايه اللي بيساويه باتنين بقى؟ بي 2 هتساوي ادي ان وادي ال وادي اي، فهنكتبهم زي ما هم، ان في اي على ال الى بي 3، ادي بي 3 اهو، 2 ان في نص اي على ال 2 ال، هنكتب 2 ان في نص اي، اتفقنا ان الاتنين بتتكتب من تحت في الكسور، على 2 ال الى بي 4 بتساوي نص ان في اي على ال اهو. احنا اتفقنا ان النص بيتكتب تحت، فادي نص ان في الاي على ال. هنقعد بقى نشطب الاي مع الاي والال والاي والان والال، وهنا 2 هتشطب مع الاتنين برضو، والاي والان والال والاي والان، وهنا 4 دي هتبقى 2 على 4 على الاتنين، هيبقى هنا فيهم الاتنين، هنا هيبقى بواحد، هنا هيبقى بنص، وهنا هيبقى بنص.
يبقى اذا بي واحد بتساوي 2 اكبر من بي 2 اكبر من بي 3 يساوي بي 4، فبي واحد اكبر من بي 2 اكبر من بي 3 يساوي بي 4، وهي الاجابه ج. السؤال اللي بعده تاني تالت رابع عاشر. اهو امامك 4 ملفات لولبية من نفس المادة لو ما نفس عدد اللفات نصف القطر، يبقى ان واحدة وار واحدة، ويمر بهما نفس التيار اي كمان واحدة، فان كثافة الفيض عند نقطة على محورها يكون ترتيبها. تعال نكتب القانون ونشوف انهي عناصر معانا اللي بتتغير. اهو يا باشا البي بتساوي الميو في الان في الاي على 2، سوري دي احنا ملف لولبي، يبقى على ال. تمام. الميو ثابته في كلهم فمش هتبقى معانا في العوامل اللي بتتغير. نفس عدد اللفات ان ثابته مش هتتغير، ونصف القطر ثابت ملوش علاقه معايا، لو ما نفس التيار فالاي مش هتتغير، اتبقى لي ال. احنا عارفين ان ال تتناسب عكسيا مع البي، يبقى اكبرهم في طول المحور اقلهم في كثافه الفيض. يبقى ببساطه هنرتب ترتيب مباشر. هنا عندك 1 وربع ال دي اكبرهم، يبقى هي اصغر واحده، يبقى 4 اكبر منها، او الشكل 4 يبقى اكبر منه ال. تاني اكبر طول محور فتبقى تاني اقل كثافة فيض. بعد كده 75 هتبقى تالت اكبر طول محور فهيبقى تالت اصغر مقاومة او تالت اصغر كثافة فيض، اللي هو ترتيب العكس يعني. بعد كده اخر حاجة خلاص هيبقى الشكل 3، فادي الترتيب النهائي ده كثافة الفيض، ان هو يبقى عكس ترتيب الاطوال بتاعة المحاور، فيبقى 3 اكبر من 2 اكبر من 1 اكبر من 4 اللي هو الشكل أ. تعبت وزهقت وانا كمان صدقني، بس اخر مسألة ونشوف الدنيا تمشي ازاي. هنا بقى المسألة دي لو تفتكر انا نبهتك عنها فوق فلما قلت لك مماس، فاكر؟ تعال نشوف. سلك معزول قطره 2 ار وسنتي نعلم عليها دايرة، لف حول ساق من الحديد نفاذيتها ميو بتساوي 2 باي في 10 - 3. انا ادالك نفاذية فما تعوضش عن الهواء، ما تعوضش 4 باي، بحيث تكون اللفات متماسة معا. فاكر حوار المتماسة ده لما قلت لك ان الان هتساوي طول، قلت لك طول ايه المحور ساعتها، فاكر؟ على 2 ار دي قلت لك ايه للسلك، فاكر انت الكلام ده؟ انا عارف انك فاكر. فمتماسة معنى طول الساق، فإذا مر بها تيار شدته 5 أمبير فإن كثافة الفيض المغناطيسي تساوي كام؟ طيب هنا بقى زعيم ادالك هو عايزك تجيب الان بالشكل ده، فتعالى نكتب القانون بتاعنا طبيعي. البي بتساوي الميو في الان في الاي على 2 في دي على ال، عشان ده ملف لولبي فعلى ال. خلي بالك بس هنا ال ملف مش ال سلك فما تعوضش بهنا. طيب انت عندك الان هنا هتفكها بدول، صح كده؟ فكأنك بتقول لأن ده مماس البي بتساوي الميو في ال اللي هو طول المحور في اي على 2 ار في ال اللي هو طول المحور. هنا طول المحور وهنا طول المحور بتاع الملف فهيطيروا مع بعض، هيتبقى لك ان البي بتساوي الميو في الاي على الاتنين في الار. مديلك الميو في المسألة، مديلك الار في المسألة، مديلك الاي في المسألة، تعويض مباشر هتطلع معاك ب15.7. تسلم. شكرا ليكم، كان فيديو طويل. اول فيديوهاتنا ان شاء الله في الحل. بالراحة اللي ما تفهموش عيدوا، لو انت فهمت اي حاجة برضو بلغني واكتب لي في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جديدة تاني من الحل بتاع الباب التاني.